لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة بيكا فوت. اليوم جينا نقدم لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري، وما تنساوش الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نقدم لكم آخر أخبار المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري للأسف خرج من بطولة كأس العرب ضد منتخب الإمارات بركلات ترجيح. منتخبنا قدم أداء كارثي من الناحية الهجومية، ولكن من الناحية الدفاعية كنا ممتازين صراحة. هذه هي كرة القدم، وش راح دير؟ أنا كنت متفائل بلي منتخبنا راح يروح بعيد في هذه البطولة، ولكن للأسف خرجنا ضد منتخب الإمارات. سما كنت طحنا مع منتخب الأردني والله كنا راح نديو تبهديلة كبيرة من الآخر خاوتي، لأنه المنتخب الأردني أفضل بكثير من المنتخب الإماراتي. وشوفنا الهدف الأول من عادل بول بينا، كان هدف جيد، بصح كي ماركينا فتحنا اللعب وغدروا يعدلوا لنا النتيجة. منتخب الإمارات نمامرو كي ماركو سكروا اللعب، بصح لي جوار ارتكبوا خطأ وفتحوا اللعب. وش راح دير؟ لازم مثل هذه الأخطاء منزيدوش نعاودوها. وانا عرفتها يعني كي رحنا ركلات ترجيع، عرفتها بلي راح نخسرو. لازم نعوضو. واش راه جاينا كوب دافريك، ما بقالهاش، بقالها واحد 8 ايام ولا تبدا. لازم نعوضو في لاكوب دافريك، ولازم نقدمو اللي علينا في لاكوب دافريك، ونقدمو ان شاء الله مستوى جيد في لاكوب دافريك، ونروحو بعيد ان شاء الله. ولازم ما نصغروش باي منتخب راح نلعبو ضده، لانه قادر منتخب صغير يصنع لك المفاجأة ويربحك عادي. مبقاتش هذيك العقلية تاع بكري هذا منتخب صغير وقادر نربحو بكل سهولة وكذا. قادر منتخب صغير يدي البطولة عادي. وركلة الجزاء راه حظ خاوتنا، ما تحتاجش يعني باه تكون قوي والله باه تربح يعني بركلة الترجيح. ياما منتخبات كبيرة وخسرت في ركلة الترجيح. والناس اللي راها تقول باللي خسرنا بسبب ظلم الحكم وكذا، صح هذيك قاسها بيدو هذاك اللاعب تاع المنتخب الاماراتي، بصح روحوا شوفوا اللقطة اللي صرات بعدها. ما عرف شكون، اشرف عباده ولا توغاي ولا زاد قاسها بيدو، ما حسبهالهمش بيرونتي. يعني يكون عينو الحكم يحيل، يعني يكون هذيك اللقطه حسبها لهم بيرونتي وماركاو هنا كره مطلعوا هكذاك بلا ركله الترجيح. يعني ربي يهديكم خاوتنا، حنا اللي كنا ماناش ملاح، قدمنا مباراة ماهيش مليحة، ماشي الحكم اللي كان مش مليح. وانا كنت نفضل يعني مجيد بوكرة يستدعي رايس وهب مبولحي في كاس العرب، ماشي نقول لك يلعبوا ولا خاطرش رايس وهب مبولحي على بالنا باللي كبر خلاص، بصح مبولي عنده خبرة كبيرة في ركلات الجزاء، يعني قادر يشد لك 3 ركلات جزاء 4 عادي. عكس شعال، شفت شعال شغل ناقص شوي في تنفيذ ركلات الجزاء صراحة خاوتي. يعني هو من غير ركلة جزاء عنده تصديات خرافية شعال. لا روحوا شوفوا مع المباراة تاع البحرين، مع المباراة تاع السودان، كانت عنده تصديات جيدة، ولكن في ركلات جزاء ناقص شوية يعني بكل احتراماتي ليه. تصريحات مجيد بوقرة بعد المباراة. بوقرة قال: أعتذر للجماهير وأعلن عن نهاية مهمتي مع المنتخب الوطني. بوقرة: كان بإمكاننا العمل أكثر، لكن هذه هي كرة القدم. بوقرة قال: أتمنى التوفيق للخضر في الاستحقاقات المقبلة. وقال أيضا: أنا مدرب رئيسي ولن أقبل منصب مدرب مساعد ضمن الطاقم الفني للمنتخب الأول. يعني بوقرة صراحة الرجل بمعنى الكلمة، شاف روحو خرج من البطولة استقال وحده بلا ما يقيلوه. يعني شاف روحو باللي نقص تكتيكيا حطها وراحو. بوقرة يعني خرج من الباب، ما خرجش من الطاقة، وحنا نحترمو. مجيد بوقرة كلاعب سابق قدم إضافة كبيرة للمنتخب الوطني، وكمدرب أيضا قدم إضافة كبيرة. راه جابلنا كأس العرب في 2021 وفرحنا، وذاك الوقت يا أخي زهينا وخرجنا نحتفلوا في الشوارع، وكانت عندنا ذكريات جميلة في ذاك الوقت. بصح في كأس العرب هذه الله غالب. أي مدرب في العالم ما عنده سلبيات وإيجابيات، مكانش مدرب متكامل. صار غوارديولا واحد من أفضل المدربين في العالم، وتلقاه يغلط وعنده سلبيات وكذا، بصح الإنسان لازم يتعلم من الخطأ تاعو. ويعني نتمنى كل الحظ والتوفيق لمجيد بوقرة في مشواره كمدرب، ونتمنى له يروح أنه يروح الفريق آخر يدرب فيه إن شاء الله. والآن ننتقل معكم إلى الخبر التالي.
قائمة المنتخب الجزائرية وخرجها بيتكوفيتش. روح نبداو في حراسة المرمى: بنبور، زيدان، مندرية. أنا نفضل أنه يكون مندرية هو الحارس. في خط الدفاع: رفيق بالغالي، رايان أيت نوري، دورفال، حجام، زين الدين بالعيد، رامي بن سبعيني، سمير الشرقي، عيسى ماندي، محمد أمين توقاي. خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامي الزروقي، هشام بوداوي، حسام عوار، فارس الشايبي، إبراهيم مازا. خط الهجوم: محمد أمين عمورة، إيلان كبال، رياض محرز، حاج موسى، بولبينا، بقرار، بونجاح، بركان. علامة استفهام على رامي الزروقي. ما عرف علاش استدعاه بيتكوفيتش رغم أنه راه يقدم في مستوى سيء مع المنتخب الوطني. وأيضا أشرف عبادة اللي كنت نتوقعه أنا بقوة راح يكون في القائمة وما استدعاهش تاني، رغم أنه أشرف عبادة قدم مستوى خرافي في كأس العرب ويستحق الاستدعاء. الحاجة المليحة اللي دارها بيتكوفيتش أنه استدعى بولبينا وبركان، لأنه هادو الزوج يستحقون الاستدعاء نظرا للمستوى الجيد اللي قدموه في كأس العرب. وإحنا نخلو بيتكوفيتش يخدم لأنه هو المدرب وعلى بالو واش يستدعي واش ما يستدعيش. وانتم عطونا رايكم في هذه القائمة وانا نعطيكم رايي باللي هذه القائمة كشغل في المتناول. ما نقدرش نقولك يعني ماهيش مليحة، ولا قائمة في المتناول. وكل الحظ والتوفيق للمنتخب الوطني. ورانا داخلين لهذه البطولة وما راناش مرشحين باه نفوزوا بها، هكذا باه ما يكونش هذاك الضغط على لي جوار وعلى المدرب، ونروحوا لها غير حبة حبة ان شاء الله. ونجيبوا الكحلوشة ان شاء الله من المغرب، ونجيبوا حتى لابلوند من الماريكان. علاش لا يعني كون نعودوا يعني نديروا اللي علينا فوق أرضية الميدان، يعني لي جوار يديروا اللي عليهم وتكون عندهم هذيك الحرارة والعزيمة، نجيبوا الكاس إفريقيا ونجيبوا كاس العالم. علاش لا يعني حاجة ما صعيبة. وهذه كانت أخبار اليوم خاوتنا. وراني نشوف التفاعل شوية ناقص وكذا، ماذا بكم أخاوتنا دعمونا القناة فضلا وليس أمرا. وتهلاو في رواحكم خاوتنا، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.